اهلا شباب، عاملين ايه؟ دلوقتي هندخل في الورشة التانية في البيجنرز بخصوص كورس السي جي اي. هنعمل الفيديو ده، نعمله تراكنج بالشكل اللي انت شايفه ده. هنعمل تراك للأرضية عشان بعد كده نعمل شوية انيميشن فيها كده كأنك بتعمل اعلان لمنتج معين. فأول حاجة زي ما عملنا المرة اللي فاتت، هنعمل ديليت للكلام ده ونيجي هنا على الفي اف اكس موشن تراكنج. هنطلع دي لفوق شوية، مش محتاجينها كده، وندخل على الفيديو على طول. هنلاقيه هنا، ده الفيديو. نعمل له لود. اول ما هنبص على المقاسات 1280 في 720، يبقى الاكس 1280 والواي 720. هتلاقي ان عدد الفريم بير سكند 25، هنخلي ده 25. وبعد كده هنجي هنا هنقول له على set فريم سين عشان يساوي السينز عدد الفريمات بتاعت الفيديو بالعدد الفريمات بتاعت السين بتاعنا. تمام. بعد كده نضغط بريفيتش، هيعمل لود كده عشان بعد كده نقدر نتحرك في الفيديو براحتنا من غير اي تهنيجات. تمام. هنلغي دي، نضغط ان وندخل على طول على الديتكشن على طول، مضيعش وقت. تمام. بس اول حاجه لازم تاخد بالك ان الريندر انجن انت عامله ايفي، احنا هنخليه سايكلز من دلوقتي عشان النقطه ديت بتتعبنا بعد كده. تمام. هو دلوقتي جي بي يو كومبيوت. هنيجي على فيلم، هنقول له ترانسبيرنت، والكالر مانجمنت هتيجي على الاي جي اكس تخليها ستاندرد عشان اضاءة السين تبقى كويسة. وبس، دي خطوة هنعملها في الاول على طول عشان هتتعبنا بعد كده. هتيجي تشتغل بعد ما تخلص التراكنج تلاقي الدنيا في حاجة غلط، فين الشادو كاتشر، فين مش عارف ايه، لا ده الالوان بايظة. دي تظبيطاتها. تمام. اول حاجة هنيجي على الباترن سايز نخليه مثلا 25 ودي 75، ونتشيك كده. نعمل مثلا كليكاية هنا هتلاقيه كبير شوية، لو ضغطت الت اس هو يعني كبير شوية، خليه 20 وخلي ده 70 ونعمل كليك تاني. ماشي، اظن ده كويس. خلاص تعالى نشيل دول، وعايزين نلغي الالت اس بالمرة. هنيجي هنا هنخليه افاين، وعلى الكي فريم هنخليه بريفيوس فريم، ونضغط نورماليز. كل الكلام ده هنعرفه بعد كده في الليفل اللي بعد كده، بعد ما نخلص الريسيرش لما نبدأ ندخل في الادفانسد عشان نشرح اندبس بقى عشان تبقى فاهم تراكنج صح. تمام. احنا هنعمل ديتكت فيتشرز. احنا واقفين عند فريم، خلينا نبص للسين كده، هو بيبدأ من الصفر من واحد بالطريقة دي. فانا شايف عند 140 مثلا في الوسط ده حاجة مناسبة، فهاجي اقول له ديتكت فيتشرز هيجيب لي النقط بالشكل ده. هنحتاج بس نزودها شوية، نخليها بدل 120 خلي دي 80، فهيزود النقط اكتر. هتلاحظ ان هو مش شايف الارضية اصلا، فنبدأ نحط نقط احنا بنفسنا على الارضية، وده مهم جدا. ما تنساش الارضية هي اهم اصلا من اي حاجة. فاخد مثلا النقط اللي هي واضحة قدامي بالشكل ده قدر الامكان. برضو النقط اللي فيها اختلاف في الكونتراست، طبعا الكلام ده هنشرحه بالتفصيل بعد كده ساعة ما نخلص التلات ورش بتوعنا. هنشرح بالظبط بقى ايه اللي احنا عملناه وايه معنى كل اللي احنا بنعمله ده، عشان تبقى انت فاهم الدنيا اكتر، عشان بعد كده لما تيجي تقف معاك مشاكل تبقى انت اوير بيها واوير بطريقة حلها. تمام. فانا بختار نقط بشكل ما على الارض عشان يعمل لها تراك، عشان دي هحتاجها بعد كده. تمام. متنساش ان الراجل ده بيتحرك، فاحنا مش عايزين النقطة بتاعته، لان هو هيعمل تراك للراجل وهو بيتحرك، فبالتالي هيحرك النقطة. ساعة ما اكون خلصت افتكر ان انت عند فريم 140، وافتكر ان انت قبل ما تعمل تراك لازم يكون النقط كلها سيلكتد. يعني بضغط ايه عشان النقط كلها تبان صفرا بالشكل ده. تشيك اخر مرة ان الباترن سايز مظبوط، السيرش سايز مظبوط، الموشن موديل افاين، بريفيوس فريم، نورماليز، كل ده معمول. وهاجي اقول له تراك ماركر، ده هيعمل تراك فورورد بالشكل اللي انت شايفه. نرجع تاني على 140 ونضغط تراك باكورد.
تمام كده هو عمل تراك خلاص للنقط، بس طبعا في نقط كتير بايظة. هنكبر بقى الاريا دي شوية، ونيجي على النقط الفيلتت ديت نمسحها كلها، مش عايزينها عشان دي كلها نقط فيها مشاكل. فاحنا عايزين النقط اللي هي في الرينج ده. للأسف البلندر بيخليك تختار نقطة نقطة غصب عنك. بالشكل ده. احنا مسحنا نقطة غلط، لا مش مشكلة. تمام، ده أصبح الشكل طبعا مكروت شوية. فهنبدأ بقى ايه، نبص واحدة واحدة كده على النقط بتتصرف ازاي في قدامنا على الفيديو. يعني نمشي الفيديو كده ونتفرج على النقط. هتلاقي طبعا في نقطة برتقاني أو نقطة حمراء مش ملنكين دلوقتي. بعد كده بص هتلاقي النقطة دي عملت ايه، عملت تصرف غلط. فطبعا ده بيبوظ السولف بعد كده، فهنمسحها. احنا عايزين النقط تكون ثابتة في مكانها ما بتتحركش كتير. تمام، يعني مبدئيا ده كويس. انا بحاول اكد النقطة دي فيها ايشيو، خلينا نشيلها. تمام، حاسس برضو ان النقطة دي فيه مشكلة، بس هنسيبها مؤقتا يعني. تمام، لو خدت بالك هتلاقي هو بيعمل تراك للشجر. الشجر بيتحرك مع الهواء، بس انا شايف ان الفيديو ده هو الى حد ما ثابت، فالتراكنج يعني مش هيبقى عامل ايشيو كبيرة. فماشي، خلينا نبص كده. يعني ممكن يبقى فيها ايشيو، خلينا نشيلها بالمرة. وبعد كده يبقى احنا كده تمام. يبقى انا معايا النقط دي، بس النقط ديت عددها قليل ومحتاجين ان احنا نزودها برضو. يعني ممكن اجي في اخر الفيديو مثلا هنا كده مثلا، واخفي النقط دي واعمل ديتكت نقط تاني، واقول له تراك باكورد. انا خفيت النقط ان انا سلكتها، وقمت عامل هايد، وقمت عامل دراك، وقمت عامل نقط تانية. طبعا هكرر نفس العملية ديت هنا. همسح النقط الشاردة دي خالص بالشكل اللي انت شايفه ده، بحيث يتبقى خط يكون اوضح شوية، ويكون مش فيه ups and downs زي ما انت شايف. تمام، برضو هبص بصة تانية، برضو لازم ابص بصة تانية على النقط تتفاعل ازاي وشكلها عامل ازاي. دي هنشيلها، دي هنشيلها. هات النقطة دي شيلها هي كمان، في مشكلة هنا. بس خلاص، هعمل Alt و H عشان اظهر بقية النقط، واتأكد ان الخط اللي قدامي ده مظبوط قدر الامكان. وابدأ اقول له ايه، خلاص كده اعمل لي سولف. قبل ما اجي ناحية اي اعدادات هقول له سولف على طول، واشوف الدنيا ماشية ازاي. هتلاقي السولف يعني من اول مرة جايب 69%، وده شيء كويس. فمتهيأليش هنحتاج نعمل حاجة تاني خلاص. هنحتاج نعمل editing في الكلام ده لو السولف ايرور طلع اكتر من 1 بكسل، او لو هو فضل 69 من 100 بكسل وجيت انا اشتغل لقيت فيه مشاكل في التوجيه. هبدأ اركز على النقطة دي تاني، بس انا مبدئيا هكتفي باللي انا عملته، واجي اقول له set as background و set tracking scene. وقتها يكون هو عمل لي foreground و background، مش محتاجهم طبعا. انا مش محتاج اللايت ولا الكيوب، انا محتاج الاتنين دول فقط، الكيوب والكاميرا. الكاميرا اللي هي الخاصة بالتراكنج كله، والجراوند. هجيب دي 3D بالشكل ده، وده الاوبجكت بتاعي. لو انا حركت هتلاقي يعني طبعا مفيش اي توجيه. فاحنا نبدأ بقى ندور على النقط بتاعة الجراوند اللي احنا كنا عملناها لو فاكر، عشان نقول له دي الجراوند بتاعتنا. لانك لو ما كنتش عملت نقط هنا كنت هتلاقي النقط اغلبها فوق، فهتبدأ انت تعاني في التوجيه، انت مش لاقي جراوند.
فمش عارف تقول له الجراوند فين، فتبدأ تختار نقط بشكل مش مظبوط، فبالتالي الدنيا هتبوظ. فانا هاجي هنا اضغط فلور بعد ما اخترت الثلاث نقط دول، هقول له اعتبر ان دول الجراوند. بيقول حاجة باين track responder are need to orient the floor. في issue مش مفهومة، بس مش مشكلة، اختار 3 نقط تانيين نفس الاشيو. مم. مم. نفس الاشيو، واضح ان في مشكلة. طيب هنوقف الفيديو عند 248. هو كده كده بادئ من الصفر، ونحاول نعمل الاشيو دي تاني. لا انت مصر بقى. ماشي، هو عامة يعني واضح ان في issue، فانت ممكن يعني اختار حاجة تانية keep try مثلا، او ان انت ممكن تعمل تمسح النقط تاني وتعمل ري ران للتراكنج. فانا انا اخترت 3 نقط دول، 3 نقط دول على الارض، فلما قلت له فلور فهو بدأ وجه الكاميرا اهوت. فتعالى ننزل وننزل تاني ونتشيك، هو كده جايبها فلور تمام. فخلاص نمسح الفور جراوند والباك جراوند كيوب واللايت. تعال نبص كده نمشي الفيديو، نشوف المربع ده او الفلور ده يعني او الجراوند ماشي في مكانه ولا لا. وانا بحرك الفيديو هو لاقط في مكانه اهوت. فانا كده عملية التراكنج يعتبر كده قربت تنتهي. فهاجي على اللي اوت ونقسم بقى الشاشة نصين ونشغل هنا الكاميرا. تمام. دي الكاميرا. طبعا اول حاجة بعملها باجي على الباك جراوند ايمج واجي على الاوباسيتي اخليها 1 عشان الفيديو يبقى طالع بالاوباسيتي الكاملة بتاعته. وده الفلور. تمام. دي اول خطوة. تاني خطوة احنا محتاجين نظبط الاورينتيشن شوية. يعني ايه؟ يعني الفلور ده انا عايزه في النص، عايزه يجي هنا في المنطقة دي، مش عايزه في الجنب كده. وعايز اتجاهاته تبقى موازية لاتجاهات السين نفسه. نعملها ازاي؟ اول حاجة هنيجي على الموشن تراكنج تاني ونختار مثلا النقطة دي. النقطة دي آه ماشي، نختار النقطة دي ونقول له set origin. بص النقطة دي انت مش عارف هي مكانها فين. تمام. بس انا عايز الاوريجين بتاع السين يبقى عند النقطة دي. فانا هاجي هنا على set origin هقول له set origin. تعال نختار نقطة تانية كده شيك. تمام. انا عايز النقطة دي، فهو بينقل السين كله عند النقطة دي. هرجع تاني للي اوت، هلاقي ان الجراوند بتاعي رجع مكانه اهوت، يعني في المكان اللي انا عايزه. وهاجي بقى على الكاميرا واضغط 7 عشان ابقى في التوب فيو، واحاول احرك الكاميرا واعمل لها روتيت. بص لو انا حركت الكاميرا هتلاقي الجراوند بيتحرك معايا. انا مش عايز كده، انا عايز ان انا لما اعملها روتيت او موف يتحرك بروبورشن بحيث ما يبوظي الاعدادات بتاعت السين. ازاي؟ دي الكاميرا لو انا عملت لها سكيل اب هتلاقيها بتبوظ السين معايا. اللي انا عايز اعمله زي ما عملنا المره اللي فاتت، هعمل دي على ال 3 دي كورسور وابدا اعمل لها روتيت شويه كده بحيث اخلي الاتجاهات نفسها تبقى موازيه. ازاي؟ الخط ده لازم يبقى موازي كده، والخط ده يبقى موازي كده. فاحنا نعمل روتيت بالشكل ده. اه ده افضل حل. الخط ده والخط ده تقريبا في نفس الاتجاه. تمام. لو انا جيت بقى مشيت الفيديو هلاحظ ان خلاص هو الجراوند لاقط في مكانه. فانا كده قصة التراكنج خلصت. القصة اللي بعد كده هنبدأ في اعدادات السين. الكلام ده هنشوفكم المحاضرة الجاية ان شاء الله.